سبحان الله. يعني في ناس نبقى احنا كده كلنا قاعدين في امان الله وهم يصروا ان هم يجيبوا الكلام لنفسهم. وعموما كله هيسمع نفسه بالعقل وبالاصول، بس اوعى تسمعها زيادة وتجيب لنفسك كلام زيادة لا تشمت فيك عزول. شعر بتقولي شعر يا بتروشة. كنت عاملة فيديو كان من سنة وتقريبا بيجي في الذكريات كده، فكان بيتكلم عن الزعيم ربنا يديله الصحة والعافية يا رب ويشفي كل مريض، الفنان عادل إمام. وإن طلع صور إن مع شاب، وإن هو الشاب ده بيقولوا هربوا من قصره لأن هو مختفي ومحدش يعرف عنه حاجة وكده. فطبعا بداية الفيديو بيبقى فيه سسبنس وقلت الأخبار ده، وبعد كده لو تعبت نفسكم شوية هتلاقوا بعد فترة قليلة جدا يمكن أول دقيقة ولا حاجة إن أنا بقول يا جماعة دي صور بالذكاء الاصطناعي، وإن ما تصدقوش أي حاجة بتشوفوها لأن الذكاء الاصطناعي والصور دي ما بقاش لي فيه أمان. وقعدت بقى أنصح الناس وكده. فطبعا في ناس بتجيب لنفسها الكلام وفي ناس بتبين الغباء والجهل يعني. فلقيت واحد بيقول لي مصرية أخبارها من فراشة الخضار. مصرية أخبارها من فراشة. طبعا انت باين جدا جدا ان انت مش مصري، ولان انت لو في مصر هتعرف ان المصرية هترد عليك تالت ومتلت ورابع وخامس ويعني مش هتسيب حقها. بس ومالها بتوع فراشة الخضار احسن ناس وستات ارجل من رجالة كتير جدا. سامع؟ ارجل من رجالة كتير جدا مكتوبين في البطاقة يعني كأنهم رجال بس هما ذكر مش اكتر. تمام؟ يعني الستات بتوع فرش الخضار اللي انتوا اصلا انها يعني وصمة عار يمكن ارجل من ناس كتيرة جدا. تمام؟ فلما تقول بقى مصرية اخبارها من فراشة الخضار، المصرية دي ممكن يعني تجي يعني تعرف انت او غيرك امتى خي. بس عشان احنا ناس متربية ونعرف نتعامل بالادب وبالاصول مش هنقل. بس اللي على راسه بطحة بيحسس عليها. لا نزل راسك نزل راسك، ما تحسسش عليها دلوقتي على البطحة دي علشان ايه ما تفتحش نفسك. بس عموما احنا مش هنرد عليك لان ده جهل. يعني انت اصلا لو انت بتتابع الاخبار صح وبتفهم في الموضوع، بس الفهم على قده مش هنلوم. هنعمل ايه يعني؟ هنقول لك فهمك على قدك وان انت اصلا ولا تفقه شيء ولا حاجه. فعموما مش هنقول لك حاجه وهنقول لك ربنا يهديك، لان بجد والله النوعيات اللي زي دي بيصعب عليا جدا لان فهمهم بيبقوا محدود قوي 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 ومش عارفين مكانات اللي قدامهم ومش عارفين مكانة المصرية ايه اللي بتبقى ست ناس كتيرة جدا 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 من عينات ناس كتيرة جدا. اكيد فاهم قصدي ايه. فالرجالة اللي بتبقى بصرم تمام بتبقى اسود من البنات اللي ليها صرم. ليه؟ لان البنات هقولك بنت بتغير من بنت غيرانة منها ومن نجاحها ومحبة الناس ليها. انما لما يبقى راجل هو اللي بيعمل كده يبقى مشكوك فيه وفي امره. بصراحة انا في وجهة نظري كده والله العظيم. مش هقولك حاجة، هقولك بجد يعني انت جايب لنفسك الكلمة. خلي بالك انا ممكن ارد عليك واكسفك واحرجك واخليك تندم في اللحظة اللي انت كتبت فيها التعليق ده، بس انا مش هعمل. كفاية حرقة الدم كده وبلاش تخش معايا في متاهات. لان انت لو يعني راجل وجدع قوي كنت دخلت من اكونت معروف، بس انت داخل من اكونت فيك. تمام؟ عشان مكسوف تواجه، عشان الراجل بيواجه راجل ما يواجهش راجل حتى البنت لان عارف ان هي هتبقى اقوى منه وهتنتصر عليه وهتكسفه وهتقل منه من قيمته قوي 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 ان كان ليه قيمه. بس داخل من الاكونت فيك خلاص هعمل لك ايه يعني؟ روح اتدرى كده على جنب عشان المصريه متعلمش عليك. اي خدمه.